اهدي اهدي والنبي. كل ما احطه هنا ما يثبتش. طبعا النوع ده من احسن انواع الحمام. عايزكم تبصوا على شكل السلاكة وتشوفوا الحمام وكل حاجة كده بالتفصيل، عشان طبعا المكان ده كله هيتبدل دلوقتي. بصوا على ده والمكان ده وكل ده. اول حاجة هنبدأ بيها هنشيل الاول السلكات اللي ملهاش لازمة، ونحط السلكات اللي معمولة للمكان ده. وبعد ما خلصنا شلنا السلكات دي اللي ملهاش لازمة، وعندنا دول ده مكانهم الاساسي، وفي هنا سلكات هتكون في المكان ده كده. عشان طبعا لازم انضف السلكات ديت عشان انجلها وهي نظيفة، ما ينفعش انجلها بالمنظر ده. وطبعا عشان لازم انجل الحمام ده مش مكانه هنا، مش هينفع في المكان ده خالص، فلازم يتنجل. فانا هسيب السلكات دي دلوقتي لحد بالليل كده، لحد ما الدنيا تليل شوية، وبعدين ننجل الحمام في الضلمة، عشان طبعا الحصى ده هننجله طبعا في سلكات تانية خالص. الاول حاجة فهنشيل دول نحطهم في مكانهم، وبعدين بقى نشوفوا هنعمل ايه مع دول. وكده السلكات مكانها. طبعا الحته دي فاضيه زياده يعني، فعشان ما فيش حاجه تدخل تحت مثلا تستخبى او كلام من ده، فاحنا هنعمل ايه؟ طوب احمر كده اهو. تمام كده. ولو حبينا مثلا نحط مسك هنا كلام من ده، اكلات زياده عادي خالص هنحطها بشكل طبيعي. تعالوا بقى نكمل ونحطوا النجيله فوق. عشان بس لو حد عايز يفهم انا عملت ايه، بحط الطوب على النجيله عشان لو النجيله مثلا مش مظبوطه، يعني كانت متطبقه زي ما كانت موجوده يعني، فانت بتحط طوب فبتخلي الطوب يفردها كده، بترجع احسن من الاول وبتثبت مكانها. وطبعا جينا تاني بس بالليل الاضاءه ممكن ما تكونش حلوه، بس ان شاء الله هتشوف الحمام واضح. تعالوا بقى نكمل كده مع بعض. يعني مثلا المكان ده بصوا السلكات دي مظبوطه في المكان ده، بس السلكات التانية مش هتكون مظبوطة في المكان ده خالص، لان طبعا دول انا ما عملتش حسابي ان هم هيجوا لحد هنا كده. كنت عامل حسابي اللي هم لحد هنا كده، ان لازم نجيبوا اسمنت تاني، وطبعا الطوب موجود اهو. نجيبوا اسمنت ونعمل زي طوبة
هنا كده دي، وهنجيب دول شويه هنا، والسلكات التانية هتتظبط عادي خالص، مش هيكون فيه اي مشكله. طبعا الاوضه ضلمه ومفيش اي اضاءه هنا، لان الاضاءه كلها شلتها وديتها هناك، فانا ممكن اشغل الفلاش ممكن يكون واضح شويه. طبعا دول هننجلهم عادي خالص في مكان هقول لكم عليه بعدين، ودول نجلهم برضو عادي خالص لانهم لسه ما حصوش، والحمد لله زي الفل همت. اهم حاجه دول، ده وده كمان، يعني الاتنين دول كده لازم انجلهم والدنيا هاديه كده في مكانهم. ايه هو المكان؟ تعالوا نشوفه كده مع بعض. 8 بيبان دول او ال8 عيون دول ان شاء الله هيكونوا للحمام الزاجل بس، يعني هيكون عندنا هنا 8 زواجل، 2 منهم هيتنجلوا حالا، و2 اهو، واحد اهو اللي انا شاكك كده ومش متاكد ان هما مش ذكر وانتايه، يعني ده اكيد ذكر بس دي مش عارف لسه. ودول حصوا الحمد لله، هما هننجلهم عادي خالص مفيش اي مشكله، وطبعا هيحصوا التانية هنا وهيناموا على الحصى بشكل طبيعي. فواحده واحده الاول كده ناخد المعلم اوشا، اتنين كده ناخدهم الاول، نحط اوشا هنا بشكل مؤقت كده لحد ان شاء الله ما نظبط له مكان تاني. ودول طبعا ناخدهم كمان، هننجل الزغاليل معاهم عادي خالص، نحطهم هنا وناخد الزغاليل. تعال انت كمان، عايزين نمسكهم هما التلاتة مع بعض. طبعا خد بالك انت ممكن تكسر مثلا جناح زغلول وانت ماسك الماسكه دي، بس انا ماسكهم من المكان اللي هو اللي تحت هقول لكم عليه دلوقتي. حطوا دول هنا الاول، ده تعالوا انتوا هنا. لما تيجي تمسك فرد حمام او زغلول عامه، تعال تعال امسكوا من هنا، بصوا من الحته دي، لو مسكته مثلا من فوق وعمل حركه مثلا غلط تكسر جناحه على طول. فرد الحمام لو مسكته من المكان ده بيثبت معاك اصلا اهو تلقائي، اما هنا بصوا يقعد بقى يتنطط كده، هنا احسن. طبعا المنطقه دي عند الحمام يعتبر العصب عند الحمام في جناحه، فانت لو مسكته من هنا مستحيل يتحرك ولا يمين ولا شمال. بالنسبه لدول تمام. تعالوا بقى نشوفوا الاهم معانا ان احنا ننجل اللي هناك دول. هندخل طبعا والدنيا ضلمه، طبعا هم هيتنجلوا في المكان ده، هنا هنا طبعا وهنا. حاول اطفي النور كله واخلي الدنيا ضلمه، ممكن نطفي دول بس هنا البتاع ده، بس هنا صعب اطفيه. احاول اشيلهم في الضلمه، لو ظبطت ظبطت، لو ما ظبطتش خلاص ممكن يناموا على الحصى. بصوا والله العظيم نتاية محترمه وحنينه وكويسه. ثانيه واحده هجيب لك عيالك، والله حمام زي الفل. طبعا ده الزغلول بتاعها وده الدكر، ان شاء الله تنام على الحصى مفيش اي مشكله. هنشوفوا بقى التانية تظبط معانا ولا لا. حاول بس اهدي اهدي والنبي. بتعملي بتعملي ايه؟ ادخل 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 زي الفل. في ناس ممكن تقول لي ما تشيل النتاية عادي من غير الطاجن وبعدين انجل الطاجن، ممكن ما تنامش على الحصى لو هي مش حنينه، بس لما تشيلها بالطاجن بيبقى في الاغلب يعني بتنام على الحصى في الاغلب. وطبعا الحمام لو مش حنين لو اتشجلبت كده مش هينام على الحصى كده. تمام، دول كمان هم تمام كده الحمد لله، نجلناهم وزي الفل. في حمام جديد هيوصل كمان شويه، يعني مثلا حوالي نص ساعه ساعه بالكتير خالص، وهيوصل ان شاء الله الحمام الجديد، هنشوف ان شاء الله مع بعض. فالفيديو النهارده مش هيكون فيديو بس لنجل سلكات ونظافه، هيكون كمان في حمام جديد، وطبعا النوع ده من احسن انواع الحمام اللي في ناس ياما طلبته مني من زمان. كده هنا مش باقي اي حاجه، خلاص كده هننضف السلكات وننجلها، بس مش دلوقتي طبعا. نشوف الحاجه الاهم دلوقتي نعملها، وان احنا نظبط الاوضه او نظبط السلاكه اللي هناك. النهارده هننضف السلكات والمسك ونحط ميه للحمام، ونشيل طبعا الرمل ده هنشيله، كل ده هيتشال بعد ما نخلص نظافه
وتظبيط في السلاكة، هننضف السلاكات اللي هناك ونجيبها في المكان ده كده او نظبطها في المكان ده. في نفس الوقت طبعا هنظبط المنطقة دي عشان السلاكات تظبط في المكان ده كده، او المقاس يعني يكون مظبوط. الفيديو اللي فات قصة النمساوي طبعا حتى لو دي ما خصبتش عادي خالص، مش هنحكم على الحصوية دي، والحصوية الجاية ان شاء الله او من الحصل اللي هيتباط بعدين هنحكم ان شاء الله ونشوفه هو خصب ولا ما خصبش. قبل طبعا ما ننضف ونعمل اي حاجة، طبعا السلكتين دول هيتشالوا وهيتحطوا في الأوضة دي، وبعد كده هنفطم الزغاليل وننظم الحمام، لان في حمام ياما في عك في الحمام. فاحنا الاول كده نظبط الحمام وننظمه، وبعدين ننضف بقى ونشوفه هنعمل له ايه. طبعا كده خلصنا نظافة السلكات يعتبر، باجي بس دول هخلصهم دلوقتي دول طبعا، وبعدين بقى نبدأ في المسك والمكالف طبعا والطواجن. مش بنضف مع التنظيف ده، الطواجن لوحدها لما الحمام مثلا يكون طالع او مثلا في زغاليل طالعة فالطاجن بيكون متبهدل بنضفها لوحدها. يعني والله العظيم حاجة تزعل، حاجة تزعل، وانا اكتر واحد يعني ايه مش عايز اتكلم عشان في ناس ياما بتتكلم في الموضوع ده وانا مش لاقي لها حل. كلفة في الزبل ياما، ما يعتبر الكلفة اصلا اكتر من زبل الحمام. بصوا كمية ذرة اصفر في الكلفة ان شاء الله هتتمنع خالص من الكلفة. يعني الذرة الاصفر ده اصلا مش هحطه تاني، هحاول على قد ما اقدر اللي هجيب منه الكلفة اقول له ما يكونش فيها ذرة اصفر. تعالوا بقى ننضف دول عشان برضو الناس اللي هي عايزة تشوف انا بنضف ازاي. الفيديو نظافة وتجديد وفطام زغاليل وحمام جديد ولسه هنكلف الحمام، فزي ما قلت لكم الفيديو من احسن الفيديوهات اللي هتنزل على القناة.
طبعا ده زي الفل اهو. تعالوا بقى ده. كده نضفنا السلكات كلها، مش باقي بس الا حاجه واحده. هنلم بس الكلفه دي، مش الزبل ده، ونكنس المكان كويس ونخلص، وبعدين بقى نبدا في المسك والمكان. وبعد ما نضفنا وخلصنا، بصوا كده تمام. تعالوا بقى ناخدوا دول. طبعا دول ما ينفعش تشيلهم الا واحد بواحد، لانهم ما شاء الله يعني صحتهم كويسه. وطبعا ده ما ينفعش يتشال بالطاجن زي ما احنا شلناه التانيين. ده يتمسك كده. طبعا دي النتايه، ان شاء الله تحصل التانيه ويناموا على الحصى. تعالوا بقى نجيب لهم الطاجن كده، محصين الاولى، ان شاء الله يحصوا التانيه ويناموا على الحصى. حاليا من احسن، او ده احسن جوز حمام زاجل عندي، دول هم. كده احنا يعتبر كملنا 5، ممكن نقول مثلا ايه 4، بلاش 5. بصوا ممكن نعمل حاجة تانية احسن عشان ما نتخبلش. عشان بس الناس تفهم انا بعمل ايه. دول هم الزواجل اللي هنا، 1 2، بص عشان يوضح اهو، والتالت، وكده 4 هم. اما دول مكانهم مش هنا، دول طبعا كريزليات حضان. هما كله عندي حضان، بس دول مكانهم مش هيكون هنا، المكان ده هيكون للزواجل بس. تعالوا بقى نكمل كده ونشوفوا هنعمل ايه. هنبدأ في نظافة المسك والاكلات، بس قبل ما نبدأ تعالوا نشوفوا جبنا ايه جديد. طبعا الفيديو مش ناقصه اي حاجة غير انك تعمل لايك. طبعا النوع ده من احسن انواع الحمام، الزينة، وطلبت مني ياما. بصوا ما شاء الله. طبعا بصوا دي حشرات الحمام، بصوا ما شاء الله. دي النتاية تقريبا، وده شكله الذكر، شكله كده، ايوه غشيم كده شكله الذكر. بصوا الوش عامل ازاي. بصوا دول بيسموهم الحواجب باين، او رموش الحمام مش عارف، حاجه زي كده. بس هو ما شاء الله مستواه زي ما انت شايف كده. لما اجيب حاجه بحب اجيبها مستواه كويس، يا اما ما اجيبش احسن. تعالوا بقى نحطهم مكانهم. تمام. طبعا مكانهم هيكون في المكان ده. هننجل الشخاشله هنا في الحته دي كده، ان شاء الله مكانهم هيكونوا هنا. يلا بقى نكمل وننضف المسك والمكان. اول حاجه هنعملها هنلم كده الكلفه.
قبل طبعا ما نخش على نظافة المسك والاكلات، الاول نفطم الزغاليل ونجهز المكان لفطام الزغاليل. جبت طبعا العصافير هنا عشان طبعا مش هينفع يفضلوا في المكان ده تاني، لان هنعمل حاجة هنا. بصوا السلكات ده هتفضل كده مقفولة كده لحد بس ايه يوم او اتنين اظبط المكان واعمل الاسمنت، وبعدين انضفهم وانجلهم هناك. هما ملهمش اي لازمة، مفيش اي حمام واقف فيهم، فاحنا هنسيبهم شوية. هنعمل ايه في المكان ده؟ هننضف الارضية كويس ونشيل دول، نشيل كل الحاجة دي ننجلها في المكان ده، وبعدين هنبدأ نسيب حمام هنا. الحمام ده هيتعمل بيه حاجة هقول لكم عليها بعدين. فاول حاجة هنعملها هننجل ده كله او الكلام ده كله كده ننجله هنا، وبعدين ننضف الأوضة ونجيلكم تاني. أظن كده تمام. نجيناهم هنا كل كومات، نحطهم هنا عادي. طبعا دول بتوع القطة، الله يسهل لها بقى، مش عارف راحت فين والله. أنا اديتها لصاحبها تاني. تعالوا بقى نلم الأكياس دي كلها، ده كله كلفة يعني بس مشكلة شوية. طبعا ده أكل عصافير، كنت بدور عليه ما كنتش لاقيه. جبت طبعا أكل تاني من زمان. لو حد بس بربع عصافير البتاع ده كل شويه اثبته في المكان اللي هو واقف عليه ده. بصوا اهو. المهم البتاع اللي واقفه عليها دي، يعني البتاع دي فيها زي شبكه كده، البتاع ده مش راضي يمسك. بصوا اهو، كل ما احطه هنا ما يثبتش. لما اشتريتهم صاحب المحل حطها لي وكانت ثابته وزي الفل لحد ما خلصت. انا بعد كده احطها ما بتثبتش، فتحتها من النص كده عشان احطها بالطريقه دي، بس دي طبعا كبيره شويه مش راضيه تثبت، يعني مش عارف اعمل ايه. اهو بصوا، هي زي نظام زنبلك كده اهو، المفروض هي كده يعني، بس هي مش بتثبت، هي مش هتثبت اصلا اهو. محدش يقول لي كبيرة شوية، لا هي ملهاش علاقة. كنت حاطط واحدة اصغر منها ما مسكتش برضه، مش عارف مالها. كنت حاطط مثلا زي دي ما مسكتش. فلو حد عنده طريقة معينة او يعني عنده عصافير بيعمل كده فيكتب لنا في التعليقات. كده هنا الأوضة فاضية. بصوا مفيش بس الا كام شوية كلفة كده عادي. الحمام لما يتسيب ياكلهم، هما مش كلفة، هي لب اسود. ده طبعا اللب ده جايبه اصلا للعصافير. طبعا انا شايف ان الفيديو بقى طويل بطريقة غبية وانتم مبسوطين من ده، بس انا مش هطول عليكم. الأوضة دي هتفضل زي ما هي، هننضفها ان شاء الله بكرة ونبدأ نسيب فيها الحمام. فاحنا هنقفلها دلوقتي، ودي كمان خلاص مفيش اي مشكلة. نجينا فيها السلكات اللي هي قديمة عندنا اهي، دول بتوع النش، لسه هنظبط مكان للنش. طبعا دي براميل الكلفة ودي سلكات للنش، لسه متبهدل خالص اهو، المكان مش متظبط، لسه هننضف المكان ده. بس طبعا الكلام ده كله مش دلوقتي هنعمل ايه؟ هنظبط المية او نبدل المية للحمام، وبعدين فطام الزغاليل. طبعا ده انا كنت جايبه للقطة ما استعملتوش اصلا، فهو ملوش لازمة. فهنعمل بيه ايه؟ لازم نستعمله، بتلبس كده تجربة اهو، نستعمله ونعمل بيه المساك. طبعا هنا خلصنا نظافة المسك تمام. وهنا طبعا اهمت 6 مسك لدول. نكمل ونملى المية ونجيلكم تاني.
يعتبر كده خلصنا، مش باقي الا دول. طبعا كده خلصنا. طبعا انا كنت ناوي افطم الزغاليل، بس الفيديو كده هيكون طويل بزيادة، وان شاء الله هنكمل في الفيديو التاني. الفيديو التاني ان شاء الله هيكون فطام الزغاليل، وهنعمل مفاجآت هنا. لسه فيه حاجات ياما هتحصل في المكان ده، فاستنوا الفيديو الجاي، اوعدكم هيكون احسن من الفيديو ده. انا معكم علاء من قناة كلام حمام. سلام.